أنا باعتبر الوصفة دي هي الوجبة الغذائية المتكاملة لأولادنا في الlunch box، حقيقي مشبعة جدًا وبتخليهم شبعانين فترة كبيرة. يلا نعمل الpancake أو كيك الطاسة بأسهل مكونات وأسهل طريقة. 2 بيضة، وينفع طبعًا بيضة واحدة، رشة فانيليا، و3 معالق كبار من السكر بعد ما أقلب البيض مع الفانيليا. وأقلب السكر كويس مع البيض. كوباية من اللبن، وينفع الكوباية دي نخلي نصها لبن ونصها مية. نقلب كل المكونات كويس جدا لغاية ما نتأكد ان كل المكونات امتزجت مع بعض، وبعد كده هنزل حوالي معلقتين كبار من الزيت. وطبعا ينفع نعمل كل المكونات دي في الخلاط ونضرب على طول، هيكون اسهل واسرع. ربع معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر ورشة ملح علشان نظبط الموضوع، وبعد كده ننزل بالدقيق واحدة واحدة. المقادير دي بتاخد من كوباية لكوباية إلا ربع من الدقيق. فبنزل بالدقيق كده لغاية ما القوام بالنسبة لي يكون متماسك، بس في نفس الوقت يكون سايل علشان ينزل معايا بسهولة ويتفرد في الطاسة. هوريكم القوام المظبوط. ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. بعد كده عندي طاسة، وطبعا يفضل طاسة سواء تيفال أو جرانيت أو سيراميك، طاسة ما بيلزقش فيها أي حاجة. ممكن ندهنها دهنة زيت بسيطة أول مرة، وبعد كده ننزل بقى بالبانكيك. أنا ما بعملوش صغير، أنا بعمله شبه الكريب شوية لأن الولاد بيحبوه. كمان لو عملتيه شبه الكريب كده ممكن تحشيه أي حاجة من جوه، جبنة، مربى، نوتيلا، زي ما الولاد يحبوا، عسل أبيض، عسل أسود، زي طبعا ما ولادك يحبوا. فلما نعمله كبير شوية كده نعرف نحشيه أي حاجة على نار متوسطة لغاية ما يعمل شوية فقاقيع من فوق والعجينة تنشف معايا. هقلبه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين قد ايه سهل وقد ايه بسيط، وقد ايه وجبة غذائية متكاملة، فيها بيض، فيها حليب، وفيها دقيق، وفيها زيت، مادة دهنية، وفيها كل حاجة تقريبا للفطار. حلو جدا لأولادنا. وفي اللانش بوكس شايفين الشكل اللذيذ قوي ده بسيط خالص. هنعمله مع بعض دلوقتي. هعمل دايرة صغيرة كأني بعمل البانكيك صغير بس، وهعمل لها دايرتين اصغر بكتير من فوق بالشكل ده. الشكل ده لذيذ لو حطيتوه للولاد في اللانش بوكس كده على الوجبة بتاعتهم، مبهج. وطبعا الاولاد بيحبوا الشخصيات الكرتونية. بكل سهولة خالص، مجرد ما العجينة تتماسك ويعمل فقاقيع من فوق وتبتدي العجينة من فوق تنشف، هقلبه بالشكل ده. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها. حقيقي وصفة مشبعة جدا، والواحد لما بيحتار بعمل للولاد البانكيك. كنا عملنا قبل كده الوافل، موجود الوصفة بتاعته كاملة على القناة. فدي من الوصفات اللي الولاد بيحبوها وبتكون سهلة. أنا بعمله الصبح ما بياخدش وقت خالص معايا، وحقيقي مشبع جدا. أتمنى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وانتظروني في وصفات كتير إن شاء الله سهلة وبسيطة. طبعا هخلص كل الكمية وهوريكم لما بيبقى شكله كبير تقدروا تطبقوه على شكل الكريب بكل سهولة، أو تحطوا فيه أي حشوات زي ما قلتلكم. هنسيبه يبرد طبعا، وممكن نقدمه للولاد في الفطار، نحط عليه عسل، نحط عليه نوتيلا، نحط عليه كراميل. كل الحشوات متاحة. نسيبه زي ما هو كده، هو سكره بيكون مظبوط ومش محتاج أي حاجة زي ما انتوا شايفين.
وبحطه للولاد في اللانش بوكس بألف هنا وشفا، أو أقدمه للفطار بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.